مسألة أو حتى في استسلام في الشارع للضرورة هتتحرك أسعار البنزين، الحكومة هتجيب منين؟ وفي حالة من حالات الإحساس إن ما ينفعش إن صاحب السيارة الفارهة يدفع زي سواق التاكسي مثلا ثمن للوقود. طيب أنا عايز أقول لحضرتك الأول إنه كتير من الأفكار والكلام اللي بيتقال في موضوع دعم الطاقة وتحديدا دعم المشتقات البترولية هو كلام ضال ومضلل. ازاي؟ هقول احنا عندنا حصل من سنة 2005-2006 ظاهرة جديدة في موضوع ما يسمى دعم المشتقات البترولية، وظهر لأول مرة وأدى لتصدعات في قطاعات مختلفة وفقا للتعريف العلمي للدعم اللي كل الناس عارفاه ومحدش يقدر يجاري فيه، انه هو الفرق بين انتاج سلعة او خدمة محملة بهامش ربح وسعر بيعها للجمهور. يعني الخزانة العامة بتدفع من جيبها مقابل انها تبيع بسعر اقل مما دفعته من التكاليف اللي دفعته، مش التكاليف الافتراضية. اللي حصل بقى ان احنا كلنا او كل اللي بيتكلموا حوالين الدعم وضرورة رفع الدعم بيرقصوا على انغام عزفها من سنة 2005-2006 الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وحكومة أحمد نظيف. بمعنى لو حضرتك عرضت الجدول الأول اللي احنا معنا جداول حضرتك ارسلتها لنا، يا ريت الزملاء علشان السادة المشاهدين يشوفوها بالأرقام. في الجدول الأول جدول رقم 1 هنلاقي إنه في الدعم كان بصفة مستمرة، وده موجود من سنة 78-79 لغاية 2004-2005. هنكتشف إنه الدعم بصفة مستمرة كان بيزيد سنة بعد أخرى. آخر سنة في 2004-2005 كان 13 مليار 764 مليون جنيه. وده لها تفسير اقتصادي، انه طالما اولا في تزايد سكاني، 2 في تآكل في قدرتنا على على المحاصيل الاستراتيجيه، درجه اكتفائنا الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه، زياده حجم وارداتنا من مستلزمات التشغيل الصناعي. في اسباب اقتصاديه كانت بتفسر الظاهره دي بسبب سوء الاداره الاقتصاديه والدخول في حكايه الانفتاح السداح المداح. ده لغايه 2004 الساده المشاهدين يبقوا معانا، من لغايه 2004-2005 كان الدعم اللي موجود في الموازنه العامه للدوله 13.7 مليار جنيه. تعالوا شوفوا بقى جدول رقم 2. الدعم وصل لكام؟ دعم ظهر لاول مره. خلينا جدول رقم 3، خلينا في جدول رقم 3 من فضلكم. بدأ يظهر ما يسمى دعم المشتقات البتروليه، جدول رقم 3. ايوه، فظهر لأول مرة في 2005-2006 ب 41 مليار و7 مليون جنيه. من يعني 13 مليون ل 41 مليون. لا ده دعم ما يسمى دعم المشتقات. الدعم كله بقى قفز من 13 مليار و7 ل 54 مليار و3 واخذ يزيد سنه بعد اخرى لغايه 2010-2011 ودلوقتي برضه. يعني المواطن العادي الغلبان زي حالاتي أيوة. هيفهمها باعتبار ان في زياده سكانيه حصلت بشكل كبير في السنوات دي، وان في كمان اسعار الطاقه ارتفعت في العالم كله. لا هقول بقى ايه اللي حصل. اللعبه انا بس بقول الارقام. شوفوا الفرق. السنه اللي فاتت 2004-2005 كانت 13 مليار، السنه اللي بعدها بقى 54 مليار، واخذ كل سنه يزيد لغايه ما وصل. ازاي؟ ايه الفرق؟ الفرق فين؟ هاتوا بقى جدول رقم 5 اوريكم اللعبه المحاسبيه اللي قام بيها السيد يوسف بطرس غالي ووزاره الماليه، وادت لمخاطر اللي احنا النهارده ما زلنا بنعاني منها. جدول اللي هو اللي فيه الضرايب، تطور الضرايب. ايوه اهو، شوفوا بقى. ادي 2004-2005 كانت هيئه البترول بتدفع ضرايب 4.7 مليار جنيه فقط. السنة اللي بعدها بقت ضرائب اللي عليها 12 مليار 544 مليون. السنة اللي بعدها بقت 26 مليار و8 من عشرة. السنة اللي بعدها بقت 29 مليار. السنة اللي بعدها 34. السنة اللي بعدها 30. المشكلة هي كده بتزيد الموارد اللي بتدخلها في خزانة الدولة. ايه المشكلة؟ ايوه المشكلة بقى هنا اولا ما بقتش ايرادات بتدخل خزانه الدوله، بالعكس بقت جزء كبير منها متاخرات ضريبيه على هيئه البترول والشريك الاجنبي او هيئه البترول تحديدا. وبالتالي عجزت هيئه البترول وزادت مديونيتها، وده عمل تصدع مالي داخل قطاع البترول الى جانب اسباب اخرى له علاقه بالفساد وطريقه اداره القطاع ده، بس ده موضوع تاني نبقى نخلي الباشمهندس يشاركنا فيه. لكن هنا بالظبط اللي عمله يوسف بطرس غالي ووزاره الماليه ووزاره احمد نظيف
انه هذا الكوب كان بيكلفنا جنيه بنبيعه بجنيه، جينا السنه اللي بعدها وزاره الماليه حطت عليه 10 جنيه ضرايب وبقت بتبيعه لنا بجنيه، وقالت انا بدعمكم ب 10 جنيه. هي ما حطتش فعلا من جيبها حاجه، هي جت حملت القطاع بكم ضخم جدا من الضرايب، وجت في جانب النفقات اعتبرته انه دعم. ده ليه؟ ده بالاتفاق كان مع صندوق النقد الدولي في اطار اعاده تبويب الموازنه العامه للدوله، عشان يقربوا السعر المحلي اللي بيتورط فيه سواء لمحطات الكهرباء، للمشروعات، للشركات الى اخره، يقربوا السعر ولينا احنا كمان لانه الكهرباء بقت تزيد، فيقربوا السعر المحلي المتدني للسعر العالمي. جميل. هل ده بيعبر عن مصروفات حقيقيه ولا كان في لا، مصروفات مش عايز اقول وهميه، افتراضيه حسابيه. الخزانه العامه ما بتدفعش من جيبها، ده بتدفع ايه بقى؟ حجم الواردات من مشتقات بتروليه اللي احنا بناخدها سواء من الشريك الاجنبي او من الخارج، من دول الخارج، وقدرها 9 مليار دولار، يعني 63 مليار. عشان لا لا، دي تبقى واضحه قدام دي قدرها 63 مليار في اخر سنه، بنبيعهم بحوالي 30 مليار في السوق المحلي بعد زيادات الاسعار. يعني احنا بندعم فعليا المشتقات البتروليه بحوالي اقل من 40 مليار جنيه. ده ممكن يتصحح كمان لو جرى اعاده هيكله قطاع البترول، انه في مشاكل كبيره جدا. خدي بالك يا استاذه منى، كيلو وات ساعه في محطات الكهرباء كان 2004 2005 بيقولوا هم بيكلفنا 14 قرش، النهارده بيكلموا عن 38 قرش و40 قرش. ليه؟ لانهم بقوا ياخدوا المشتقات البتروليه من قطاع البترول بالسعر الكبير ده محمل بالضرائب ده، فعمل تصدعات كمان في قطاع الكهرباء. يعني انا الخلل ده خليني احاول يعني اتاكد ان انا بفهمي البسيط للارقام الكبيره اللي حضرتك قلتها وصلتني الصوره، واطرحها على الباشمهندس. ما يقوله بحسب فهمي الدكتور فاروق عبد الخالق بيتكلم فيه عن ان الدوله في لعبه ارقام تورطت فيها، وبالتالي